السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما بنفكر في حياتنا المهنية ومتطلباتها دماغنا بتروح مباشرة للمهارات والخبرات، بس المشكلة اللي مش ناس كتير بتاخد بالها منها واللي بتقتل مشوارهم الوظيفي هي العادات الخاطئة، وللأسف الحاجات دي ولا بتدرس في جامعات ولا في مدارس. وطبعا أنا مش بقولك إن المهارات والخبرات مش مهمة، المهارات والخبرات بتخليك تبدأ سواء في شركة أو في مجال، لكن العادات هي اللي بتخليك تكمل وتكبر. وللأسف أنا فهمت الموضوع ده متأخر بعد ما ضيعت ال3 سنين في حياتي المهنية ستوك تايتل واحد، مسؤولية واحدة، مرتب واحد، ومفيش حتى مشوار وظيفي واضح. لحد ما بدأت أكلم ناس في مناصب كبيرة، أراقب مديريني، أشوف جنسيات مختلفة من كل أنحاء العالم، وأفهم إزاي بيتعاملوا وإزاي برغم إنهم أصغر مني موجودين في مناصب كبيرة. واللي اكتشفته إن المشكلة ولا في مهاراتي ولا في البيئة اللي أنا فيها ولا حتى في الشركة نفسها، المشكلة في العادات والمعتقدات الغلط اللي أنا كنت معود نفسي عليها. ودي اللحظة اللي غيرت كل شيء، نقلتني من مجرد موظف بينفذ مهمة بسيطة ومحدش واخد باله منه لمدير أول بيدير فريق كبير في أقل من 3 سنين. وعايز في الفيديو ده أشارك معاك 10 عادات مدمرة بتعطل حياتك المهنية وإزاي تتغلب عليهم. وأوعدك إنك بعد ما تغير العادات دي أو بعد ما تضيفها لحياتك ويومك هتلاقي نفسك بتنجح في وظيفتك تلقائيا وبتكبر فيها، وكمان بتغير طريقة تفكيرك عن الوظيفة بشكل عام. أنصحك وبشدة إنك تسمع الفيديو للآخر، لأن الموضوع خد مني 10 سنين وشغل في 4 دول عشان افهم ايه الكلام ده. اول عاده، عدم التفرقه بين وظيفتك وبين مشوارك المهني. لازم تفرق بين وظيفتك وبين المشوار المهني بتاعك، والنقطه دي مهمه جدا. وظيفتك هو الحاضر اللي انت فيه، المهام اللي انت بتنفذها لشركه معينه عشان تحقق لها اي عائد. اما مشوارك المهني هو الصوره الكبيره، ده المسار اللي انت هتمشي فيه بغض النظر عن الشركه اللي انت فيها. لو ربطت وظيفتك بمشوارك المهني هتلاقي نفسك بتعمل بس اللي الشركه محتاجاه منك، وهتلاقي خبرتك بتتبني بس عن الشركة اللي انت فيها مش عن المجال ولا القطاع اللي انت شغال فيه. والنتيجة ان وظيفتك هتفضل زي ما هي. ممكن طبعا تتحول لابن الشركة، بس بمجرد ما الشركة تلاقي حد ولا تول بتقوم بمهمتك بشكل افضل، ابن الشركة ده هيبقى جارها القديم. فعايزك تتعامل مع الوظيفة على انها مرحلة انتقالية، وتركيزك يكون على مشوارك المهني واللي محتاجه مشوارك المهني عشان تتقدم فيه. تاني عادة، الاكتفاء بمهارة واحدة. اخطر حاجة ممكن تعملها في مشوارك المهني انك تكتفي بمهارة واحدة بس. بص على الاي وشوف ازاي بقى في وظائف كتيره اتحولت لشيء من الماضي. في العصر اللي احنا فيه بقت المنافسه بين الشركات كبيره جدا، وبقى السوق فيه كميه كبيره من البراندات اللي بتقدم نفس الحاجه، فالنتيجه ان ارباح الشركات بدات تقل. وعشان يعوضوا الارباح دي بداوا يبصوا ازاي يقللوا عدد الناس اللي شغالين. عشان يعملوا الكلام ده بداوا يدوروا في التكنولوجيا، فكل ما هتظهر تكنولوجيا تقلل الاعتماد على البشر الشركات هتستخدمها. فلو انت رابط نفسك بمهاره واحده مشوارك المهني هيكون دايما في خطر. فلازم تبتدي تبص على المجال بتاعك، تشوف ايه المهارات اللي ليها علاقة بتخصصك وتبتدي تكتسبهم عشان تبقى واحد بقيمة 10 أشخاص في أي شركة تشتغل فيها. تالت عادة، إنك تركز على شغلك من غير ما تركز على علاقاتك. فكرة إنك تروح الشغل تقعد على مكتبك تخلص شغلك وتمشي هتخليك الموظف المثالي، وممكن طبعا تاخد شهادة تقدير في الآخر، بس مش هتقدر ترتقي السلم الوظيفي. ارتقاء السلم الوظيفي محتاج تأثير مش طاعة، محتاج إنك تكون شخص بيأثر على الناس اللي حواليه، شخص الناس بتجيله عشان ياخدوا رأيه، شخص بيقرب وجهات النظر. والكلام ده بيحصل لما تبتدي تبني علاقات حقيقية مع الناس اللي حواليك من الكبير للصغير. محتاج تسمع وتبين تعاطفك مع مشاكل الناس وتحاول تساعدهم عشان يكونوا في صفك في كل مرحلة انت فيها. رابع عادة، مش بتطلب فيدباك بشكل مستمر. لو انت بتخلص شغلك وتبعته للناس من غير ما تسمع رأيهم وتعرف ايه نقاط القوة ونقاط الضعف والتحسينات المطلوبة في اللي قدمته، مش هتكبر في وظيفتك. لازم تبقى حريص جدا على طلب الفيدباك، لازم تاخد فيدباك من ناس كتير حواليك ويكون جزء من طريقة شغلك، لان ده اللي هيساعدك تطور من جودة اللي بتعمله، وهيبين انك شخص حريص على انك تتعلم وتكبر، وهيخلي كمان اللي قدامك يحس انك بتقدر وبتحترم رأيه. وطبعا مهم انك تاخد فيدباك من ناس بتثق في خبرتهم عشان الفيدباك يساعدك فعلا تتطور. خامس عادة، انك تشارك حياتك الشخصية اكتر من اللازم. في خيط رفيع بين انك تبان شخص فريندلي او شخص اجتماعي في الشغل وبين انك تبان شخص غير محترف. لازم تحط حدود بين كلام الشغل وكلام الصحاب. يعني ما تروحش مثلا تتكلم عن خناقه بينك وبين شريكك، ولا مشكله مع الاطفال، ولا مشكله مع الوالد. كل ده بيخلي الناس تحس ان دماغك مش في الشغل وعندك ضغوط خارجيه ممكن تاثر عليك او مش قادر تسيطر على حياتك. والكلام ده كله طبعا بيعمل دوشه من غير حتى ما تلاحظ، وبيخليك تبان اجتماعي اكتر من لازم، ومش بيخلي الناس تاخدك بجديه. ده غير طبعا ان المشاكل في الشغل بينك وبين زملائك بتحصل، ومش عايز حد يطلع اسرارك بره. سادس عاده، انك تستنى يتقالك تعمل ايه بدل ما تاخد زمام المبادره. طول ما انت قاعد مستني حد يقولك تعمل ايه وتشتغل على ايه، طول ما انت هتبقى في موقع التابع مش القائد. زي ما قلنا انت محتاج تطور مهاراتك، ولما تطور مهاراتك هتكتشف حاجات كتيرة وأفكار كتيرة تقدر تطور بيها شغلك. ابتدي اعرضهم على اللي حواليك،
وقبل ما تعرضها على حد فكر فيها بشكل كافي. هل ينفع تتنفذ؟ هل في ميزانية ليها؟ هل في موارد بشرية ليها؟ ليه ممكن تترفض؟ وازاي نقابل الرفض ده بحجج قوية؟ لو حتى الحلول ديت ما اقنعتش اللي حواليك، كفاية انك فهمت ازاي تحل مشكلة. وفي مشوارك المهني اللي اتكلمنا عنه من شوية، ده درس ليك هيساعدك تنمي مهارات حل المشاكل. سابع عادة مش بتكتب نجاحاتك، وده درس مهم جدا اتعلمته بعد 10 سنين في حياتي المهنيه. لو انت شخص في مجال الكرييتيف ديزاينر مثلا او فيديو اديتور، او تعرف شخص شغال في المجال ده، في حاجه اسمها بورتفوليو، وده ملف بيبقى موجود فيه الشغل اللي عملته قبل كده عشان الناس تشوف مهاراتك. اللي اكتشفته بقى ان الملف ده مش بس مهم للناس اللي شغالين في مجالات زي دي، ولكن لاي حد شغال في وظيفه. لانك سواء بتقدم على وظيفه جديده ولا بتقدم على ترقيه، هتحتاج تقول النجاحات اللي انت حققتها. ولو مش بتكتب الكلام ده اول باول، هيتنسي وللاسف مش هتقدر تتكلم عنه and you will sell yourself short. فاللي انا عايزك تبدا فيه من دلوقتي، تعمل اكسل شيت تكتب فيه التاسك، الهدف منه، دورك، والنتيجه اللي وصلت لها. كل مره تخلص فيها مشروع لازم تملى الاكسل شيت ده، وانصحك انك تدور على ارقام للنتائج اللي بتوصل لها. شغلك مثلا جاب كام للشركه، وفر على الشركه فلوس قد ايه، خلصت المشروع في كام ساعه وهو بياخد في الطبيعي كام ساعه. كل دي مقاييس مهمه هتحتاجها دايما، سواء في السي في بتاعك ولا في اي وقت تقرر فيه تطلب ترقيه. تامن عاده، سوء ادارتك للوقت. اي حاجه ممكن تعوضها، لكن الوقت هو الحاجه الوحيده اللي ما بترجعش. ولازم تدير وقتك بنجاح وتستثمره في الحاجات اللي هتخدم مشوارك المهني. وعشان تدير وقتك مظبوط، لازم تحدد اولوياتك بناء على الاهميه والديدلاين. الحاجات مثلا المهمه والمستعجله لازم تخلصها بسرعه. الحاجات المهمه بس مش مستعجله لازم تحدد لها وقت تخلصها فيه. الحاجات المستعجله بس مش مهمه تقدر تفوضها للي حواليك عشان يخلصوها. والحاجات اللي ولا مهمه ولا مستعجله ما افتكرش انك محتاج حتى تضيع وقت عليها. ولازم كمان تحدد وقت للتعلم والتطوير، وطبعا وقت لحياتك ولاهلك عشان يبقى فيه توازن. تاسع عاده، الاستهتار باتقان لغه تانية. ممكن تكون عارف انجليزي، بس لو عارف انجليزي عشان تمشي حالك بس، فانت فايتك كتير. لازم تتعمق في اللغه اكتر، لازم تقدر تفتح مواضيع وتاخد وتدي مع اللي قدامك عشان تبني علاقات. كمان في مصادر تعليميه وكتب ومقالات كتير موجوده فقط باللغه الانجليزيه. ده غير ان الانفتاح اللي حصل في سوق العمل بيحتم عليك اتقان اللغات عشان تفتح فرص لنفسك. فعايزك تبتدي تقرا كتب باللغه الانجليزيه، عايزك تتفرج على فيديوهات بالانجليزي، تكتب الكلمات الجديده عليك وتبتدي تستخدمها في محادثاتك، تراقب اللي بيتكلموا انجليزي وتشوف التعبيرات اللي بيستخدموها. واخر عاده هي الاستخفاف بالمهارات المهنيه اللي ملهاش علاقه بوظيفتك بالتحديد. يعني مثلا تعلم البيع والاقناع، ده شيء مهم جدا حتى لو انت مش شغال في البيع، لان كل يوم بتبيع حاجه، بتبيع فكره، بتبيع راي. كل يوم بتحاول تقنع الناس بحاجه جديده. نفس الكلام للبيرسونال براندنج، لازم تتعلم ازاي تصنع محتوى، ازاي تشارك وجهه نظرك، ازاي تشارك معرفتك. كل دي حاجات ممكن ما تكونش داخله في صميم مهامك اليوميه، بس لازم تتعلمها عشان تنجح في مشوارك المهني. جرب تشتغل على العادات دي وقول لي في التعليقات انهي عاده من دول حاسس انك بتعاني منها، او لو في عاده شايف انها مهمه وما اتكلمناش عنها. ويا ريت تعمل لايك لو استفدت من الفيديو، وتابع القناه عشان تعرف اسرار اكتر في التسويق والبيزنس. والسلام عليكم.